السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد السكرتير العام لوزارة الصيد البحري الإسباني، السيد زميلي وصديقي رئيس جهة الداخلة وادي الدهب الحاضر معنا، السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيد عمدة مدينة طنجة، السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري، السادة مهني الصيد البحري، السادة السيدات ممثلي وسائل الإعلام، أيها الحضور الكريم. أتشرف اليوم بمشاركتكم باسم مجلس جهة طنجة الدوار الحسينة هذا اللقاء الهام الذي يجمع مهني الصيد البحري بالمغرب وإسبانيا، وأغتنم هذه الفرصة لأرحب بالمشاركين والمشاركات ضيوف مدينة طنجة ذات البحرين، كما أنوه السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية الذي بادر رفقة شركائنا من الضفة الشمالية إلى تنظيم هذا الملتقى الثاني للجنة المشتركة الإسبانية المغربية للمنظمات المهنية للصيد البحري، الذي يشكل فرصة دقيقة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات العملية والعلمية بين المهنيين. اسمحوا لي أن أتوقف عند هذه اللحظة التي تجمع مسؤولين وخبراء وممارسين من ضفتي غرب البحر الأبيض المتوسط ليؤكد على مسألة أساسية، وهي أن هذا البحر الذي يجمعنا الآن وهنا ليس مجرد مساحة جغرافية تفصل بين القارة السوداء والقارة العجوز، بل هو فضاء أوسع من ضيق مساحته وأعمق من قرب شاطئيه الشمال والجنوب. فالمتوسط هو قدر الحوار بين الجنوب والشمال، وهو شاهد عن المآسي التي كان مسرحا لها، لكنه أيضا شاهد على عظمة التلاقح الذي تم على مر العصور بين ضفافه، وشاهد على سمو آفاق المصير المشترك الذي بدأ قديما وسيدوم أبدا بين منارتين البارزتين إسبانيا والمغرب. حضرات السيدات والسادة، إن ملف الصيد البحري ومن بين الملفات الشائكة التي تشتغل على نفس المستوى من الاهتمام الاقتصاديين والسياسيين بالمغرب وبالاتحاد الأوروبي، وهو ملف محاط بكثير من سوء الفهم الناتج عن إقحام اعتبارات سياسية مفتعلة في موضوع اقتصادي خالص. وإنه لمن شأن هذه اللقاءات التي تجمع مهني الصيد البحري أو مهني القطاع والخبراء أن تساهم في توضيح الرؤى وتبيين المواقف وتصحيح أخطاء السياسيين والمتلاعبين في الملفات المشتركة، أقول ليس بين البلدان أو بين الدول، ولكن بين شعوب المتوسط. ونتمنى أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز عمق العلاقات والشراكات المتوازنة بين المغرب وشركائنا في الضفة الشمالية، وأن يقدم مقترحات وحلول لرسمانة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بهذه المنطقة. كما أغتنم هذه الفرصة لأنوه بمهنيين الوطنيين الذين يقومون عبر مؤسساتهم التنفيذية بأدوار دبلوماسية محمودة للدفاع عن الثوابت الوطنية وعن المصالح المشتركة بين جيراننا من الضفة الشمالية. إن التحديات التي تواجهنا جميعا هي استدامة الموارد السمكية وتحسين شروط عيش الأحياء البحرية أمام تطور الأساليب التدميرية للثروات السمكية
وتفاقم الاستنزاف الممنهج له. فرغم التقنيات والمجهودات المبذولة لترشيد وعقلنة الصيد البحري بمختلف أصنافه، فإن بحارنا ما تزال مسرحا لأنواع الصيد الجائر، من استعمال للمتفجرات وللأضواء الاصطناعية المحظورة، مما يؤدي إلى تجفيف واشتتات كميات ضخمة من الأسماك دون الحجم التجاري القانوني، هذا فضلا عن تعويض مياهنا البحرية وتعريض مياهنا البحرية لمخاطر التلويث الناتجة عن عدم احترام المعايير البيئية الصارمة، مما يستدعي تخصيص استثمارات كفيلة بخلق بدائل متجددة للقطاعات الصناعية المنتجة للتلوث البحري، وذلك من أجل حماية سواحلنا من النفايات البرية التي تجد سبيلها نحو البحر. نحن جميعا مسؤولون أخلاقيا وقانونيا عن استدامتها وتوريثها للأجيال القادمة. وفي هذا الإطار كما تفضل الأخ سعيد، فإن المؤتمر المتوسطي للأطراف حول المناخ لاميدكوب في نسخته الثانية الذي ينظمه مجلس الجهة يوم 18 و 19 من الشهر الجاري هنا بمدينة طنجة، يسعى من بين ما يسعى إليه إلى الحد من المخاطر البيئية التي تهدد الأنظمة الإيكولوجية للبحر الأبيض المتوسط، الذي يعتبر من بين البحار الأكثر عرضة لتهديدات التغييرات المناخية. وأغتنم هذه المناسبة لأوجه لكم الدعوة لمتابعة أشغال هذا الحدث البيئي الهام الذي سيساهم في تأطير ندواته الكبرى وورشاته العلمية خبراء ومسؤولون حكوميون وفاعلون اقتصاديون وناشطون حقوقيون من المجتمع المدني ومن دول البحر الأبيض المتوسط، وسيتم في إطاره عرض التجارب الرائدة في مواجهة مخاطر التغييرات المناخية التي يعتبر البحر الأبيض المتوسط في مقدمة ضحاياها حضارة السيدات والسلام. إن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري مدعوة إلى مزيد من المجهودات المتضامنة لتحقيق مزيد من العدالة والمناصفة، ينعدم فيها منطق الطرف القوي والطرف الضعيف، ولضمان نجاح دائم يعود بالنفع المتوازن على طرفي الشراكة. فالجميع مدعو للعمل من أجل مساواة نموذجية في استغلال الموارد السمكية، ومن شأن هذه المساواة المنشودة المساهمة في استدامة استغلال الموارد لما فيه مصلحة الطرفين. وقبل أن أختم، وبما أن هذا الملتقى ينظم في عاصمة جهة طنجة الدول الحسين، اسمحوا أن أستغل هذه المناسبة لأجدد التذكير بإحدى الصعوبات التي تقود مضجعا مهني قطاع الأسماك السطحية ببعض سواحل شمال المملكة، الذين يعانون من الأضرار الناجمة عن قوة وكثرة الدلافين السوداء بعد توقيف العمل بالشباك المنجرفة، وأدعو إلى العمل جميعا من أجل تسريع إيجاد حل يضمن احترام القانون الذي يمنع صيد هذا الصنف من الدلافين، ويضمن أيضا قوت عيش العاملين في هذا الصنف من الصيد. ونحن كمجلس للجهة مستعدون للتعاون الفعال مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ومع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومع الغرفة المتوسطية لإيجاد حلول ملائمة وفعالة، خصوصا وأن المجلس قد صادق في دورته الأخيرة على إحداث لجنة خاصة بهذا القطاع أسندت رئاستها إلى أحد مهني القطاع. وأخيرا،
إن النداء المصير المشترك الذي جمع لقرون جنوب إسبانيا وشمالها ما يزال صداه يصرخ في آذاننا ويدعونا جميعا إلى الحفاظ على الثروة البحرية المشتركة. ولذلك أقول لشركائنا الأوروبيين إن حماية سواحلنا وأعالي بحارنا وعقلنة استغلال ثرواتها هي حماية لسواحل وأعالي بحارنا واستدامة لثروة حوضنا المشترك. ونحن مدعوون للاتفاق على ميثاق أخلاقي مشترك تنبع قوته وإلزاميته من التاريخ المشترك والجغرافية المشتركة والمصير أيضا المشترك. وشكرا جزيلا.